السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة من 11 إلى 22 يوليو سنة 1995، وخلال الحرب اللي دارت في جمهورية البوسنة والهرسك، وقعت أحداث مذبحة سريبرينيتسا، واللي اعتبرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إبادة جماعية. وكمان أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 يوليو من كل عام ذكرى للإبادة الجماعية في سريبرينيتسا. يا ترى إيه هي المذبحة دي؟ وإيه أسبابها؟ ومين اللي ارتكبها؟ وكام أعداد الضحايا اللي نتجوا عن هذه المذبحة؟ ده هو اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. تعد مذبحة سريبرينيتسا أسوأ مذبحة شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. قتل فيها ما يزيد عن 8372 إنسان مسلم، معظمهم من الرجال والشيوخ والأطفال. كانت أعمار القتلى تتراوح ما بين 12 إلى 77 سنة. نفذت المذبحة دي وحدات من جيش جمهورية صرب البوسنة، واللي كانت تحت قيادة مجرم الحرب راتكو ميلاديتش، وبمشاركة وحدة خاصة شبه عسكرية صربية تسمى وحدة العقارب. نرجع شوية بالأحداث إلى سنة 1992، وتحديدا يوم 1 مارس. في اليوم ده أعلنت البوسنة والهرسك استقلالها عن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وفي 6 إبريل سنة 1992 اعترف الاتحاد الأوروبي بجمهورية البوسنة والهرسك. وفي 7 إبريل، يعني اليوم اللي بعده مباشرة، اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالاستقلال. ولتوضيح الموضوع الشائك ده نتكلم شوية عن يوغوسلافيا الاشتراكية. ويوغوسلافيا دي دولة اشتراكية تميل للكتلة الشرقية، الاتحاد السوفيتي يعني، وكانت مكونة من عدة أعراق وديانات وتقع في وسط أوروبا. والأعراق دي كانت المسلمين البوشناق، وأغلبهم كانوا في البوسنة والهرسك، والكروات المسيحيين الكاثوليك وغالبيتهم في كرواتيا، وبعض منهم في البوسنة والهرسك. وأخيرا الصرب المسيحيين الأرثوذكس، وغالبيتهم في صربيا، وبعض منهم في البوسنة والهرسك. والتركيبة المختلطة دي كانت سبب لوقوع حروب ومعارك كثيرة بغرض السيطرة أو الاستقلال بالأرض. يوغوسلافيا الاشتراكية كان بيحكمها الشيوعي المشهور جوزيف تيتو، واللي حكمها من سنة 1953 إلى 4 مايو سنة 1980، وهو يوم وفاته. حكم تيتو يوغوسلافيا بالحديد والنار، وقمع أي حركة قومية عرقية تزعزع الوحدة بين دول يوغوسلافيا. وللتوضيح أكتر، فيوغوسلافيا دي كانت عبارة عن عدة دول متجمعة مع بعضها في اتحاد فيدرالي يحكمها جوزيف تيتو باسم جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية. والدول دي كانت كالآتي: جمهورية البوسنة والهرسك، وكرواتيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا، وسلوفينيا. بعد وفاة جوزيف تيتو سنة 1980 بدأ الاقتصاد اليوغوسلافي في الانهيار، واللي أدى إلى زيادة نسبة البطالة والتضخم. نتج عن حالة الانهيار دي حدوث انشقاق بين الأعراق المتعددة داخل يوغوسلافيا الاشتراكية، وده بغرض السيطرة والاستئثار بالثروة. وتطور الأمر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والشيوعية في سنة 1991 للسيطرة والاستقلال بالأرض وتكوين جمهوريات مستقلة. في سنة 1991 تم الاعتراف باستقلال جمهورية كرواتيا وجمهورية سلوفينيا، واللي يعتبروا أغنى جمهوريتين في يوغوسلافيا السابقة. بعد كده تم الاعتراف من الاتحاد الأوروبي وأمريكا باستقلال البوسنة والهرسك في أبريل سنة 1992. ومن التاريخ ده وتحديدا سنة 1991 بدأت سلسلة من الحروب والصراعات بين الجمهوريات اليوغوسلافية الجديدة، واللي بدأت بحرب سريعة وبسيطة بين جيش يوغوسلافيا الشعبي، واللي غالبيته من الصرب، ضد القوات السلوفانية، واللي انتهت سريعا بضغط من أوروبا. وسرعان ما اندلعت حرب أكبر بين كرواتيا وجيش يوغوسلافيا الشعبي، ثم دخلت قوات جيش جمهورية البوسنة والهرسك. الحرب دي كانت حرب ضروس راح فيها ضحايا بمئات الآلاف، غالبيتهم من المسلمين البوشناق في البوسنة والهرسك. نرجع تاني بقى لموضوعنا الأساسي، وهو مذبحة سريبرينيتسا.
في 16 أبريل سنة 1993 وأثناء دوران رحى الحرب بين الكروات والصرب ومسلمي البوسنة والهرسك، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 819 باعتبار مدينة سريبرينيتسا والمناطق المحيطة بها منطقة آمنة، ويجب أن تكون منزوعة السلاح وخالية من أي هجوم مسلح أو أي أعمال عدائية. ومعنى وجود منطقة آمنة فده بيسمح للاجئين والهاربين من الحرب من المدنيين بالدخول إلى هذه المنطقة بكل أمان والحصول على دعم وأكل وشرب وسكن وخلافه. في 18 أبريل سنة 1993 وصلت أول مجموعة من أفراد قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة إلى سريبرينيتسا، وفي مايو سنة 1993 تم التوصل إلى اتفاق لتجريد المنطقة الآمنة من السلاح، حيث وافق الجنرال سيفير خليلوفيتش وهو ضابط قائد في جيش البوسنة والهرسك، والجنرال مجرم الحرب راتكو ميلاديتش وهو ضابط قائد جيش صرب البوسنة على تدابير تغطي كامل جيب سريبرينيتسا. بموجب الاتفاق تسلم القوات البوسنية المسلمة أسلحتها وذخائرها إلى قوات حفظ السلام والحماية التابعة للأمم المتحدة، على أن تنسحب الأسلحة الثقيلة التابعة لقوات صرب البوسنة واللي بتشكل تهديد للمنطقة الآمنة إلى مسافات بعيدة لا تشكل تهديد مباشر. في البداية بدأت قوات البوسنة والهرسك في تسليم أسلحة قديمة وخبأت الأسلحة الثقيلة والحديثة في الغابات المحيطة، وده تحسبا لعدم قيام القوات الصربية بسحب أسلحتها الثقيلة من المرتفعات المطلة على سريبرينيتسا. وده اللي حصل بالفعل، حيث لم يقم الصرب أبدا بسحب أسلحتهم الثقيلة إلى مناطق آمنة، وده أدى إلى فشل نزع أسلحة الأطراف المتصارعة في المنطقة وفشل بعثة الأمم المتحدة في تطبيق القرار على الأرض، واللي ذكروا في تقريرهم أنه ينبغي على الصرب أن يسحبوا أسلحتهم الثقيلة أولا قبل أن يتخلى المسلمين البوشناق عن أسلحتهم، وهو ما لم يحدث أبدا. تمركز حوالي 2000 جندي من 3 كتائب تابعة لجيش جمهورية صرب البوسنة حول مدينة سريبرينيتسا مجهز بالدبابات والمدرعات والمدفعية. ولم تكن الفرقة الجبلية 28 لجيش البوسنة والهرسك المتواجد في سريبرينيتسا جيد التنظيم أو التجهيز، ولم يكن هناك هيكل قيادة حقيقي، بل كان بعض الجنود يحمل بنادق صيد قديمة أو لا يحمل سلاح أصلا. استمرت عمليات القصف والكر والفر بين القوات الصربية والقوات البوسنية مع عمليات خفيفة من البوسنيين لقطع طرق الإمداد عن قوات الصرب، مخلفين بعض القتلى بأعداد ضئيلة. ومع تضييق القوات الصربية الخناق على المتواجدين بمدينة سريبرينيتسا وانخفاض الموارد الغذائية والأدوية والوقود وقلة عدد قوافل الإمداد التي تمر من المنطقة وحدوث وفيات بين البوسنيين نتيجة قلة الغذاء والجوع، أصدر مجرم الحرب رادوفان كاراديتش رئيس جمهورية صرب البوسنة توجيهاته لجيش الصرب بخلق حالة من انعدام الأمن التام من خلال العمليات القتالية المدروسة وعدم وجود أمل في استمرار الحياة أو البقاء لسكان سريبرينيتسا، زي اللي بيحصل بالظبط دلوقتي من قوات الاحتلال في قطاع غزة. بحلول منتصف سنة 1995 كانت الحالة الإنسانية للمدنيين البوسنيين والعسكريين في جيب سريبرينيتسا مأساوية، وفي 6 يوليو سنة 1995 بدأ الهجوم الصربي على المنطقة الآمنة بقوات بلغ عددها 2000 جندي. سقطت نقاط المراقبة التابعة لقوات الحماية الأممية واحدة تلو الأخرى، وتعرضت القوات البوسنية المدافعة عن مدينة سريبرينيتسا لإطلاق نار كثيف، والتي يبلغ عددها حوالي 6000 جندي بدون أي أسلحة ثقيلة أو حديثة، واللي دفعها إلى التراجع إلى داخل الجيب الآمن افتراضيا. تقدمت قوات جيش الصرب وبدأوا بتطهير كل المنازل في طريقهم بقتل كل من يتواجد فيها من البوسنيين. في 10 يوليو سنة 1995
قدم المقدم توم كاريمانز قائد القوات الهولندية التابعة لقوة الحماية الأممية طلبات عاجلة للحصول على دعم جوي من طائرات حلف شمال الأطلسي والمعروف باسم الناتو للدفاع عن جيب سريبرينيتسا من تقدم قوات جيش الصرب. وبالفعل بدأ القصف الجوي لطائرات الناتو بعد ظهر يوم 11 يوليو سنة 1995، وحاولت القاذفات مهاجمة مواقع مدفعية قوات صرب البوسنة، لكن انعدام الرؤية أجبرت قوات الناتو على إلغاء العملية. كما تم إلغاء عمليات أخرى من طائرات الناتو بعد تهديد قوات صرب البوسنة بقصف مجمع بوتوتشاري التابع للأمم المتحدة في جيب سريبرينيتسا، واللي لجأ إليه آلاف اللاجئين المدنيين المسلمين. انتشر اللاجئين البوسنيين خارج مجمع بوتوتشاري وفي الغابات المحيطة هربا من القوات الصربية المتقدمة باتجاه المجمع. في مساء يوم 11 يوليو سنة 1995 تجمع ما يزيد عن 25 ألف لاجئ بوسني مسلم في بوتوتشاري طالبين الحماية داخل مقر الحماية الأممية واللي بتحرسه الكتيبة الهولندية. تقاعست الكتيبة الهولندية عن حماية اللاجئين ولم تدافع عنهم وتركتهم فريسة للقوات الصربية، فعاست فيهم قتلا واغتصابا للنساء وذبحا للأطفال، كما نفذت فيهم إعدامات جماعية وهم عزل بدون أي أسلحة. وصف ما حدث في مدينة سريبرينيتسا بأنه حملة تطهير عرقي وإبادة جماعية، والتي بلغت ذروتها بقتل حوالي 7000 من المدنيين العزل في البلدة التي حددها مجلس الأمن على أنها منطقة آمنة. وده طبقا للتقرير اللي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة وقتها كوفي عنان، واللي قال فيه كان على المجتمع الدولي ككل أن يقبل نصيبه من المسؤولية في حملة التطهير العرقي بعد انتهاء الحرب وتوقيع اتفاقيات السلام بين جميع القوات المتصارعة في ديسمبر سنة 1995، حيث وقع عن البوسنة والهرسك الرئيس علي عزت بيجوفيتش، وعن كرواتيا فرانيو تودجمان، وعن الصرب رئيس جمهورية الصرب مجرم الحرب سلوبودان ميليسوفيتش. تم العثور على 42 مقبرة جماعية في المناطق المحيطة بسريبرينيتسا تضم ما يزيد عن 9000 ضحية. في 16 نوفمبر سنة 1995 اتهمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وهي لجنة أسستها الأمم المتحدة لمحاكمة جرائم الحرب التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة، والتي تأسست بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 827 في 25 مايو سنة 1993. اتهمت كلا من رادوفان كاراديتش رئيس جمهورية صرب البوسنة وراتكو ميلاديتش قائد جيش صرب البوسنة بمسؤوليتهم المباشرة عن جرائم الحرب التي تم ارتكابها في يوليو سنة 1995 ضد السكان المسلمين البوسنيين في سريبرينيتسا. كان لفشل الكتيبة الهولندية المكلفة بحماية المدنيين في سريبرينيتسا أن قبلت الحكومة الهولندية بمسؤوليتها السياسية الجزئية عن الظروف التي وقعت فيها المجزرة، وده بعد تقرير تم إعداده ونشره سنة 2002 من معهد دراسات الحرب والإبادة الجماعية. أدت سياسات العدوان والتطهير العرقي التي نهجتها قوات صرب البوسنة ما بين سنة 1992 وسنة 1995 بدعم مباشر من الرئيس الصربي مجرم الحرب سلوبودان ميليسوفيتش وأتباعه إلى نزوح أكثر من 2 مليون شخص من البوسنة والهرسك نتيجة التطهير العرقي، كما قتل نحو 200 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الذين تعرضوا للاغتصاب والتعذيب في سريبرينيتسا وسراييفو وجميع أنحاء البوسنة والهرسك. في النهاية تم إلقاء القبض على رادوفان كاراديتش رئيس جمهورية صرب البوسنة في سنة 2008 وتم نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما تم القبض على راتكو ميلاديتش قائد جيش صرب البوسنة في مايو سنة 2011، وحوكم الاثنين في المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية والاضطهاد لأسباب دينية والقتل والترحيل
وأعمال العنف ونشر الرعب بين المدنيين وانتهاك قوانين الحرب. استمرت المحاكمات حتى سنة 2010، وفي أثناء محاكمة مجرم الحرب سلوبودان ميليسوفيتش رئيس صربيا السابق والمتهم بارتكاب إبادة جماعية والتواطؤ في ارتكاب الإبادة في عدة مناطق في البوسنة والهرسك، توفى في 11 مارس سنة 2006، وده حال دون إصدار أي حكم في حقه من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. تم اتهام العديد من ضباط الجيش والشرطة في جمهورية صرب البوسنة بتهم تتراوح بين الإبادة الجماعية والقتل والترحيل القسري والاضطهاد، وحكم عليهم بالسجن لسنوات عديدة. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، واللي حكينا فيه عن أبشع مجزرة وإبادة جماعية تم ارتكابها في أوروبا المتحضرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مجزرة سريبرينيتسا، واللي حاولنا فيه إلقاء الضوء على جريمة إبادة ارتكبت في حق مدنيين مسلمين عزل بغرض التطهير العرقي وتغيير ديموغرافية البوسنة والهرسك وتهجير السكان الأصليين المسلمين وتحويل الأرض إلى دولة صربيا الكبرى. لو عجبك الفيديو أو أضاف لك معلومة جديدة حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.